السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل تورته 30 في 25. هنعملها بالسبونج البيتي مش الجاهز، وكمان هقول لكم على كل الاسرار اللي تنجح معاكي السبونج البيتي. وكمان هنعملها بالكوبايه مش بالجرام، يعني هنعملها بالمج اللي هو الكبير بتاع الشاي، متوفر عندنا في كل بيت، عشان حتى اللي ما عندوش الميزانه يقدر يعمل معانا التورته بتاعت النهارده. واول خطوه معانا هنعمل الكيكه بتاعتنا بالسبونج البيتي. هحط في البوله دي كوبايتين من الدقيق، بالمج اللي انتم شايفينه ده، المج بتاع الشاي الكبير. بنحط كوبايتين مساح كده. وهنستعمل المج ده لكل المقادير بتاعت النهارده، السائله وكمان الجاف. بعد ما حطيت كوبايتين الدقيق اللي هما المساح، حطيت عليهم كمان تلتين كوبايه من النشا، اللي هو ما يعادل 4 معالق من معالق الاكل الكبار دول. وبعد ما حطيت كده النشا، هنزل عليهم بكوبايه كده كبيره من السكر، بنفس المج اللي احنا شغالين بيه بننزل كمان بكوبايه من السكر. دي كده المقادير الجافه بتاعتنا. هنزل بقى عليهم بخمس بيضات، والبيض يكون بدرجه حراره الغرفه عشان الجو بارد طبعا، فيدينا نتيجه احسن في الكيك. انا عملت معاكم الكيكه دي اكتر من كده في فيديوهات كتير برضو للتورت وكمان للجاتوهات. ولو البيض بتاعكم بيكون صغير شويه، بنحط 6 بيضات. وبعد ما حطيت البيض بتاعي، هحط بقى عليهم كده شويه فانيلا صغيرين، يعني ما يعادل كده نص معلقه مليانه من الكبار. وكمان معلقتين صغيرين كده من بتوع الشاي بيكنج باودر. وهنزل بتلتين كوبايه من الميه، وكميه الميه دي مناسبه جدا للخليط بتاع النهارده. وكمان معلقه كبيره كده مليانه من المحسن الكيك الجيل. وكده دي كل المكونات بتاعتنا بتاعت النهارده. بنضربها كويس جدا بالمضرب لغايه لما اللون بتاعها يفتحها ويكون ابيض كده، وكمان القوام بتاعها بيتقل ويكون كريم. تقدروا تعملوا الاسبونج النهارده بالاسبونج الجاهز، بدقيق الاسبونج الجاهز. هنحط نص كيلو من دقيق الاسبونج، وكمان هنحط عليهم ال6 بيضات او ال5 بيضات وشويه فانيليا ونص كوبايه من الميه. وهنضربهم كويس لغايه لما القوام بتاعهم يوصل للقوام الكريم. الكيكه بقى بتاعت النهارده زي ما انتم شايفين القوام بتاعها اختلف تماما، ولما باجي ارفع كده المضرب بيعمل لي بوزه كده او منقار. ودي هي الكيكه بتاعت النهارده. وهقسم خليط الكيكه بتاعي النهارده على صينيتين، ومقاس الصينيه 30 في 20. بقسمهم كده في صينيه، وطبعا مبطناها بورقه زبده، وبكون دهنه الجوانب بزبده. وطبعا في الوقت ده بنكون مولعين الفرن على درجه حراره 200. بندخل الصينيه دي في الرف الاوسط على درجه حراره 200، وبنفتح عليها كده بعد مرور 10 دقائق، وهي مش بتاخد معانا وقت كتير في الفرن. وطبعا بندخلها في الفرن بيكون ساخن، يعني بيكون الفرن ساخن مش لسه مشغلينه. والصواني دي اخدت معايا في الفرن بالظبط من 15 ل 20 دقيقه، هم اخدوا معايا 20 دقيقه. بنسوي الخليط كويس كده بالسباتولا عشان ما يطلعش معانا جنب اعلى من التاني. طبعا تقدروا تحطوا الخليط ده في صينيه واحده وتطلعوا تقسموها بترانش، بس انا بستسهل الخطوه دي، بتسوي لي كده الكيكه في ثواني، يعني صينيتين بياخدوا معايا تلت ساعه في الفرن. لكن لو هحطهم في صينيه واحده هياخدوا معايا من 40 ل 45 دقيقه. بعد ما بتخرج كده من الفرن بنغطيها بفوط مطبخ نظيفه وكتير، وبنسيبها كده على رخامه المطبخ لغايه لما تبرد لوحدها تماما. ودي بقى الكيكه بتاعتي بعد ما بردت خالص، يعني سيبوها تبرد تماما. لازم تكون بارده جدا، ويا ريت لو عملتوها قبل ما تشتغلوا فيها بيوم. بتحطوها كده على القعده او الكاتن بورد، او يعني الحاجه اللي انتوا هتقدموها عليها. انا حطيتهم كده على الكاتن بورد، وزقتها بحليب، وطبعا مش بتحلي، حليب مغلي بس طبعا بارد، مش دافي ولا ساخن. وبعد كده حطيت طبقه الكريم شانتيه، وفردتها كده بالترانش او بالسباتيولا. واللي انا حطيته الاحمر ده صوص جيلو. صوص الجيلو ده انا كنت شارياه، هو من المتحده تقريبا. وهو طعمه حلو جدا، وكمان بيدي شكل حلو جدا للتورته. فانا قلت بقى نحشيها كل مره كده، نحشي تورته بحشو مختلف. فالنهارده حطيت صوص الجيلو ده، وحطيت كمان تاني طبقه وضغطت عليها كده كويس بايديا، وبعد كده زقيتها بالحليب. وحطيت طبقه الكريمه زي ما انتم شايفين كده. افردي بقى باي حاجه متوفره عندك، بالسباتولا، بالترانش، بسكينه، اي حاجه متوفره عندك. وكمان احط طبقه كده من الجيلو، هعمل كده بالكيس صوص الجيلو ده. ومقادير الكريمه بتاعت النهارده، حطيت 3 كوبايات من الكريم شانتيه الخام اللي من غير سكر. وكمان حطيت عليهم نص كوبايه بس من السكر، وسكرين حسب الرغبه، تقدروا تكتروا او تقللوا فيه. وحطيت عليهم كمان 3 كوبايات من الحليب المتلج، وضربتهم كويس بشويه فانيليا سايلين. وبدات ان انا حطيتهم كده في كيس ثلاجه، وبدات اجلس زي ما شفتوا دلوقتي. بعد كده ما خلصت التورته لازم نضغط كده عليها من فوق شويه، فانا ضغطت عليها من فوق كده وبالسكينه المشرشره دي. وهبدا ان انا اجيب الجوانب، لان الصينيه بتاعتي اللي انا خابزه فيها الكيكه مش صاج، لا هي صينيه اللي هي صينيه اللي هي العاديه بتاعتنا دي، اللي هي واخده كيرف كده من الجنب. فانا مش كنتش عايزه الكيرف ده يكون باين معايا وانا بجلس التورته. لو خدتوا بالكم انا حطيت صينيه كده صغيره تحت الكاتن بورد اللي انا حاطه عليه الكيكه. الصينيه دي انا حطاها كانها يعني اللي هي قاعده التورته دواره. عمليه جدا، وكمان بتغنينا عن قعده التورته الدواره. طبعا لو انت ست بيت وبتعملي كده تورتايه من وقت للتاني، فمش لازم يكون عندك هي قعده التورته دواره، فتقدري تحطي صينيه زي انا ما انا حاطه كده، وتحركي التورتايه تتحرك معاكي بكل سهوله. جبت الكريمه كده ولفيت على التورتايه داير ما يدور. لما باحط الكريمة في كيس التلاجة ده بيسهل عليّا جدًا إن أنا أوزّع الكريمة على الكيكة من غير ما تبهدلي شكل الكيكة، وكمان تبهدلني الدنيا. فأنتم حطوها كده في كيس تلاجة أو في كيس حلواني للناس اللي مش متوفر عندها كيس الحلواني، تحطها في كيس تلاجة. وبعد كده باجيب بقى كده السكريبر، أو تجيبوا مسطرة كده تكون نضيفة بتستعملوها للمطبخ، وتبدأوا كده إن أنتم تجلسوا التورتة كده من الجوانب داير ما يدور. يعني تحاولوا بس إن أنتم تضبطوا كده شكل الكريمة في الجوانب عشان التورتة يطلع شكلها منتظم. وكمان الترانش ده حجمه كبير،
يعني طبعا السكينه المشرشره او اللي هو ترانش ده بيكون احكام، فده حجمه كبير فبيسهل عليا بقى كده ان انا افرد وش التورته كده مره واحده. والكريم شانتيه ده عشان يطلع معانا شكل التورته مظبوط لازم يكون مظبوط، وكمان اخد السوائل بتاعته مظبوطه، وتكون نوعيه الكريم شانتيه نفسه نظيفه. انا باستعمل المتحده، نوعيته حلوه جدا، وكمان يعني بتديني نتيجه حلوه جدا، مش بتسيح معايا الكريمه، وكمان بتاخد كميه ميه قد كميه الكريمه، فبتديني كميه كبيره من الكريم. ولغايه دلوقتي احنا ما دخلناش الكيكه دي التلاجة، احنا شغالين لسه بيها كده على رخامه المطبخ، ما دخلناهاش التلاجة. وطبعا لان الكريم ما شاء الله مظبوط معايا فمسحش مني، وكمان هحط عليه صوص دلوقتي، ومن غير برضو ما نحطه في التلاجة، والجو كمان برد فكان مساعد معايا الشغل. والتورتيه بتاعت النهارده حجمها كبير، فبتكفي من 25 ل 30 شخص. طبعا هي ارتفاعها ما شاء الله مرتفع، طبعا سمك الكيكايه انا ما قسمتهاش اتنين، سبتها بالسمك بتاعها، فالارتفاع بتاعها مدياني ارتفاع حلو، فكمان هتديني عدد قطع احسن. هنيجي بقى دلوقتي للصوص اللي هو اللي احنا نعمله على جوانب التورتايه. انا جبت كده كميه من الكريم من الشوكولاته اللي هي الخام، وحطيت عليها قد كده شويه دي صغيرين قد معلقه صغيره، وكمان حطيت عليها قد معلقتين كده من الميه، ورحت بيهم كده على النار وقلبتهم كده على النار كويس لغايه لما دابت معايا وبقت بالشكل ده. دي طريقه سهله جدا ان احنا ندوب بيها الشوكولاته، او ممكن بقى تحطوها في كيس ثلاجه وتريحوا نفسكم. فانا حطيتها كده في كيس، وما كانش كمان عندي كيس ثلاجه من هم صغيرين، فحطيتها في كيس ثلاجه كده، وبدات ان انا اعمل الشلال اللي هو على جوانب التورتيه بالشكل ده. هي سايحه لان هي كانت لسه سخنه، وانا كنت مستعجله فنزلت بيها على طول على التورته، فانتوا ممكن تسيبوها لغايه لما تبرد شويه او تهدى شويه، وبعد كده بتحطوها على جوانب التورته. وبعد كده هنبدا بقى نعمل نفنش التورتيه من فوق، هنعمل كده. مش هنعمل روز التات النهارده، احنا هنعمل ضفيره. الضفيره دي انا كنت عملتها معاكم قبل كده في تورتيه مدوره لو تفتكروا، فالنهارده كده هنعملها، لقيتها يعني انسب حاجه لتورتيه النهارده ان احنا نعملها بضفيره كده. صراحه انا بحب الضفيره دي في التورته، بتديها شكل حلو كده، وكمان يعني مش بتاخد معانا وقت ومش صعبه، هي سهله جدا. لو ركزتوا في الفيديو هتعرفوا هي بتتعمل ازاي. انا باخد كده يعني بعمل واحده عكس واحده، وبتكون واحده فوق واحده، يعني واحده عكس واحده وفوق التانيه بالشكل ده. بتدينا شكل حلو جدا للتورته. وكمان الكريمه اللي انا بعمل بيها الضفيره دي انا كنت غيرت اللون بتاعها، كنت حاطط لها سنه صغيره كده من اللون الاصفر، عشان تكون بس باينه من الكريمه البيضاء. لما تعملوا روزيتات فوق او حاجه زي دي او اي فرم كده فوق، حاولوا ان انتوا تغيروا اللون بتاعها، تفتحوه شويه او تغمقوه شويه عشان يكون ظاهر يعني. وبعد كده بعد ما خلصت هجيب كده شرايح من الكمبوت، وهبدا ان انا ارصها كده على التورتايه داير ما يدور. بصراحه انا كنت مستعجله جدا وانا بعمل التورتيه دي، ما كانش عندي اي افكار، ساعتها، فكنت محتاره جدا وكمان متوتره جدا. فبدات كده اشتغل في الكمبوت، انا بحب التورت اللي بالكمبوت، فبدات احط عليها كده الاول الفها بالكمبوت، وبعد كده قلت نفكر في اللي جاي. جبت كده اللي هي عصايه الشيش طاووق دي، وبدات ان انا اعلم كده رسمه قلب عشان اعمل روزيتات كده حواليها، ويطلع معايا القلب منتظم، ما يطلعش فيه جنب مايل وكمان جنب مش منتظم. بنفس التبه اللي انا عملت بيها الضفيره هعمل روزيتات بس تكون صغيرين شويه، يعني نصغر ايدنا شويه كده واحنا بنعمله. وده هو القلب بتاعي. هجيب بقى كده صوص الجيلو اللي انا كنت حاشيه منه التورتايه، وهبدا احطه كده في القلب من جوه. هو المفروض كنت احط صوص الجيلو الاول قبل ما اعمل الروزيتات، بس بقول لكم انا كنت متوتره جدا وكمان كنت مستعجله، فما كنتش عارفه انا بعمل ايه، فكنت مستعجله فبس ظبطت يعني الحمد لله. وكمان الروزيتات الشكل بتاعها ما اتبهدلش وكانت زي ما هي. فردت كده الروزيتات، وهجيب بقى في الفراغ الابيض ده كنت محتاره احط فيه ايه، فحطيت فيه كده صوص شوكولاته، حسيته انسب كده وهيتماشى مع اللون الاحمر وكمان اللون الاصفر. وفي حاجه نسيت اقول لكم عليها، كيكه النهارده 3 طبقات. انا عملت المقدار اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو، عمل لي صينيتين، وكمان عملت نص مقدار عامل لي صينيه. وصوص الجيلو ده انا كنت عملته معاكم قبل كده على القناه، وكل اللي ده بجد كان عجبه جدا، طعمه حلو جدا، طعمه تحسوا اللي هو يعني حاجه فريش كده، حاجه ما فيهاش مواد حافظه، فبتحسوها كمان خفيفه كده على المعده وخفيفه واحنا بناكلها. بعد كده بقى جبت اللي هي العصايه الشيش طاووق دي او معلقه صغيره، بنبدا نوزع بيها كده الجناش ده اللي احنا عملنا بيه الشلال، هو صوص الشوكولاته اللي احنا عملنا بيه الشلال. وصوص الشوكولاته بتاع التورت انا بحب اعمله من الشوكولاته والحليب او الشوكولاته والماء، فده كان صوص شوكولاته اقتصادي كده بالميه بس، وكمان بالشوكولاته الخام، وبنحط عليهم معلقه صغيره كده من الزيت لان احنا في شتاء والشوكولاته بتحتاج شويه زيت صغيرين. وبعد كده جيت في الصوص ده وحطيت فيه كده اللي هو الكريسب بتاع الشوكولاته ده، وضغطت عليه شويه بايديا كده في نزلتهم في الشوكولاته. واجي بقى كده على جوانب التورته وبالكريم شانتيه اللي باقي معايا من الضفيره بنفس اللون الاصفر اللي هو الفاتح ده، وهبدا ان انا اعمل روزيتات او اعمل اي شكل كده على جوانب التورته من تحت، بتبين التورته كده وبتديها شكل حلو. وانا حاسه كده ان التورتيه ناقصها حاجه، فهي مربى الحليب حبيبتنا كلنا. جبت كده مربى الحليب وحطيتها في اللي هو القمع النجمه الصغير، وبدات ان انا الف كده بيداير ما يدور على القلب بس من جوه. وبكده بيكون خلص معانا فيديو النهارده، ودي كانت تورته النهارده، واشوفكم على خير في تورته تانية. وبس حابه افكركم